هذه الأشغال تتم في ظل اتجاه إلى تحويل ساحة محمد الخامس في قلب الدار البيضاء إلى فضاء للفن والثقافة، وسيتم ذلك عبر إنشاء مسرح كبير في عين المكان بمواصفات دولية. نعود لنجاة فرحان، أحمد الحمري وليلى عسلي. ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء هوية الحاضرة الاقتصادية والمرتع الخصب للترويح عن النفس لغالبية الساكنة البيضاوية. ستصبح في غضون السنوات القليلة القادمة فضاء للفن والثقافة. الدراسات الأولية لمشروع تهيئة الساحة تؤكد على إنشاء مسرح كبير يضاهي المسارح العالمية بمواصفات دولية. Le théâtre est situé dans le prolongement de la place Mohamed V qui va être complètement réaménagé. المسرح سينجد بقلب ساحة محمد الخامس بتهيئة جديدة، وسيكون فضاء رائعا للفنون المسرحية والعروض الموسيقية في الهواء الطلق، والمشروع سيكون له أبواب مفتوحة على ساحة محمد الخامس. On va pouvoir installer des scènes et organiser des concerts en plein air sur la place Mohamed V. تهيئة ساحة محمد الخامس التي ستبلغ تكلفتها حوالي 80 مليون درهم بنافورة جديدة تحل محل القديمة، وموقف أرضي للسيارات يستوعب أزيد من 1000 عربة، وفضاء ثقافيا يحل محل مسرح البلد القديم. تصور كان تعطي واحد الهوية جديدة للساحة، أنه الساحة كان عندها واحد الطابع وهوية إدارية. اليوم غادي يجي الثقافة وتاخذ تاخذ الاعتبار ديالها، غادي يكون عندها الاعتبار ديالها وتاخذ المكانة ديالها باش تولي هذه الساحة إذا فيها إدارة ولكن كذلك فيها الثقافة. ساحة محمد الخامس والمسرح الجديد سيكونان فضاء للإبداع والتنمية الثقافية في غضون سنة 2016، مما سيعطي للساحة قيمة إضافية ورمزا حضاريا وسياحيا للحاضرة الاقتصادية.